كله تمام؟ الحمد لله. ميدو طمني عليك بقى، فين؟ انا سمعت ان كان في الاصابه كانت هتاخد وقت، يعني كلام كبير، كلمني عنك، طمني عليك دلوقتي، ايه الوضع؟ لا والله سيف، هو في ماتش ودي كده، ماتش ودي قبل الموسم ما يبدا جالي اصابه في العضله. يعني اصابه كانت جامده شويه، صعبه يعني، والحمد لله العلاج ماشي كويس، يعني البروجرس بتاعها ماشي كويس جدا، وقدامي ان شاء الله ثلاث اسابيع ان شاء الله بالكثير وارجع الملعب. ميدو كنا سمعنا بعض الكلام ان انت كان في خلافات يعني في عقدك الجديد مع النادي، ان انت ماضي على ماتشات مش مده معينه، هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ هل انت ماضي عقدك فيه مده معينه مفيش مشاكل 3 اسابيع ان شاء الله وتكون موجود في الملعب؟ يعني تحب توضح للناس الموضوع؟ لا ليه؟ لا انا اول مره اسمع الكلام ده، مفيش مشاكل ولا حاجه. لا ليه؟ عقدي زي ما هو، عقدي سنه، موسم مع بونزلي، ومفيش حاجه ليها علاقه بالماتشات ولا اي حاجه. معاك يا ميدو، اتفضل. انا بقول لك يا سيف، مفيش اي حاجه في عقدي ليها علاقه بالماتشات، يعني عقدي سنه لمده موسم واحد مع بونزلي، وان شاء الله ربنا يخليني ارجع، ويعني دي فرصه كويسه لان انا موجود في انجلترا، محترمه جدا، والنادي ناس محترمين جدا، والناس بيعاملوني باحترام واعتقد ان كانت يعني كان خطوه موفقه بالنسبه لي ان انا ارجع انجلترا عن طريق نادي بونزلي، وان شاء الله يعني يكون يعني فرصه كويسه ان انا الناس تشوفني تاني في انجلترا تاني باذن الله. يعني كل التوفيق يا ميدو ان شاء الله. ميدو، حاجتك بقى لنادي الزمالك او الفانيلا البيضاء او المكان اللي انت دايما بتحبه، يعني كنت سمعت ليك تصريحات قبل الحقيقه الهزايم الزمالك في البطوله الافريقيه، كان ليك تعليق على الجهاز الفني، وكان عندك رؤيه قلت ان الجهاز الفني مش هيوصل فريق نادي الزمالك لحاجه، وشفنا يعني الحقيقه نادي الزمالك وصل لمرحله صعبه لم نراها من قبل. ايه رايك؟ الجهاز الفني السابق قصدك؟ السابق، ما انا قلت السابق. يا لا يعني طبعا يعني الحقيقه متوفر لهم كل ميدو الصوت بيقطع، بس ممكن تقف في حته لقطه. سامعني كويس؟ كده سامع كويس، اتفضل. بقول لك يعني انا شايف ان الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن حسن اتوفر لهم كل حاجه، سواء من امكانيات لعيب وكل حاجه، لكن للاسف يعني النتائج يعني كانت سيئه جدا، والاول مره نادي الزمالك يعني يبقى ما عندوش حظوظ في بطوله افريقيا، واول مره الزمالك يغلب ملعبه في بطوله افريقيا من نادي غير مصري، وطبعا يعني انا كنت متوقع ان النتائج دي، لان للاسف اللي اشتغل فيها كان في تعامل مع اللاعبين بصفه شخصيه بره الملعب اكتر من الناحيه الفنيه، والحكم على اللعيبه من الناحيه الشخصيه اكتر من الناحيه مش طبيعي لما يكون جهاز بيفكر بالشكل ده، اكيد بتبقى النتائج سلبيه، وهو ده اللي حصل. ميدو، من جواك كده بمنتهى الصراحه حاسس ان مجلس اداره نادي الزمالك كان المفروض يبقى ليه موقف مع الجهاز الفني من زمان، ادوا له مساحه اكتر من اللازم، مشوا ورا الجهاز، نفذوا طلباته، كان المفروض ان هم يتدخلوا في الوقت المناسب. يعني مجلس اداره نادي الزمالك؟ نادي الزمالك ما فيهوش مجلس اداره يا سيدي. يعني نادي الزمالك ما فيهوش مجلس اداره. يا ريت نادي الزمالك كان فيه مجلس اداره، لو نادي الزمالك كان فيه مجلس اداره عمر ما كان وصلنا يعني في نادي الزمالك. طب ميدو انت سامعني كويس؟ انا سامعك كويس سيدي. انت سامعني؟ طب ميدو توقعاتك ايه في المرحله القادمه لنادي الزمالك؟ يعني حاسس ان هو افيد نادي الزمالك مدير فني اجنبي، افيد مصري، الفتره دي محتاجه حاجه معينه، وانت راجل لعيب دولي وانت راجل لعيب في نادي الزمالك، اكتر واحد حاسس نادي الزمالك في الفتره دي يطلع ازاي، او نادي الزمالك يعدل من وضعه ازاي؟ نادي الزمالك يعني حاله هيتصلح حسيس لما مجلس الاداره يستقيل بالكامل. مجلس وصله الزمالك لحاله عمره ما وصل لها. معلش يا ميدو، ممكن تعيد تاني لان صوتك مش واضح، ممكن بس تقف في حته ويبقى صوتك واضح. انا بقول لك يا سيف ان نادي الزمالك حاله مش هيتصلح الا لما مجلس الاداره اللي موجود الحالي يستقيل بالكامل. ان هم اثبتوا عبر المواقف كلها ان هم غير قادرين على ان هم يديروا نادي الزمالك،
ومش رايي لوحدي، ده راي جمهور نادي الزمالك كله. النهارده بخش اشوف كل جمهور نادي الزمالك، تسالهم ايه امنيه حياتكم، يقول لك امنيه حياتنا ان مجلس الاداره ده يمشي. وللاسف هم اللي وصلوا يعني الجمهور والناس للحال ده بمواقفهم ويعني والفشل بعد فشل في كل المواقف اللي بيعدوا يعني والاختبارات اللي بيعدوا بيها. فانا شايف ان يعني لازم مجلس لازم يحطوا مصلحه النادي قبل مصلحتهم الشخصيه ومصلحه النادي. ميدو ممكن تقف في حته لقطه لان الصوت بس مش واضح. مش عارف والله سيب انا مش انا سامعك، اتفضل. سامعك يا ميدو، اتكلم. لا صوته معلش، ممكن حد يطلب ميدو تاني؟ ميدو معانا؟ طيب يعني تصريحات لاحمد حسام ميدو الحقيقه تصريحات ناريه، تصريحات قويه جدا. الراجل اكتر واحد يعني لعب في نادي الزمالك في ظروف صعبه. يعني بنعتذر طبعا تقطيع الصوت ده من عند ميدو، بس بنحاول نكلمه تاني. ميدو ليه تصريحات ان حلول نادي الزمالك في مجلس الاداره، شايف ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسن شحاته اخذ كل حاجه وكان سبب في ضياع نادي الزمالك زي ما بيقولوا. 14 لاعب الحقيقه صفقات، 14 لاعب اتنفذوا للجهاز الفني السابق: اسلام عوض، نور السيد، منضمو، عبد الله السيسي، الشناوي ورزاق والصقر وطلبه وكريم الحسن وقطه وميدو. انا كاتبهم يعني كشف كبير جدا، ولكن ما كانش فيه روح. كان واضح من البدايات ان الجهاز قاعد. ميدو معايا؟ ميدو سيف سامعني كويس؟ كده تمام، كده سامعك. قول لي بقى. قول لي اسالني تاني. طيب انت وقفت قلت لك الحل ايه؟ قلت لي الحل ان مجلس الاداره يمشي. طبعا لازم الناس تحط مصلحه نادي الزمالك قبل مصلحتها الشخصيه. ومش انا بس اللي بقولها، كل جمهور نادي الزمالك النهارده خش على اي حته، اي مواقع، اي في الانترنت، اللي اتكلم مع اي زملكاوي في مصر يقول لك ان نادي الزمالك حاله مش هيتصلح لما مجلس الاداره يمشي. يعني الناس فشلت في كل القرارات، في اختبار بعد اختبار، في موقف بعد موقف. الناس فشلت في كل ما فيش حاجه نجحت فيها، وبس يعني ويطلعوا ايه انجازات المجلس بس. ميدو يعني ميدو من غير دبلوماسيه، من يصلح لقياده فريق نادي الزمالك في المرحله القادمه؟ من الناحيه الفنيه؟ من الناحيه الفنيه لا، هو طبعا يعني الراجل فييرا، الراجل لو ماشي دلوقتي راجل يعني مظلوم يعني. واحنا يعني وللاسف برضه المجلس القرار ان هم يجيبوا حد ويبقوا عارفين ان هو ممكن يمشي بعد فتره قليله كده. دي اهانه للراجل واهانه لنادي الزمالك. يعني الراجل محترم وراجل جاي عايز يشتغل. يعني عيب ان احنا نجيبه نقعده ماتش يعني في حق نادي الزمالك. انما انا طبعا رايي واضح وصريح من اول يوم قلتها، ان الاصلح لقياده نادي الزمالك هو حسام حسن. حسام حسن هو الراجل الوحيد اللي يقدر يشتغل في ظل وجود الازمات اللي موجوده في نادي الزمالك، ويقدر يطلع من نادي الزمالك في الكبوه اللي احنا بقالنا كتير فيها، مش كبوه بقالها فتره قصيره. والراجل حسام حسن كان وصل لمرحله فنيه كويسه جدا مع نادي الزمالك، وجاب نادي الزمالك من المركز ال 13 بقى بينافس على الدوري ودخله بطوله افريقيا. ورحيله عن نادي الزمالك كان في ظلم كبير جدا. واعتقد ان مجلس الاداره دلوقتي عرف ان هو يعني ما فيش حل الا حسام حسن. لكن انا برضو في الحاجه الثانيه، انا كان نفسي ان مجلس الاداره يجيب حسام حسن بمزاجه مش غصب عنه. يعني كان نفسي ان مجلس الاداره ياخد قرار ان حسام حسن يجي عشان هو الاصلح نادي الزمالك، ويبقى قرار بمزاج، بس حاجه هم راضيين عنها. لكن كل الناس عارفه ان حسام ان شاء الله هيجي في نادي الزمالك، وهيبقى قرار يعني غصب عن مجلس الاداره ان هم ما ادهمش حل ثاني. ميدو ممكن تطمني على فلوسك؟ يعني مشكلتك مع الزمالك خلصت فعلا؟ اخدت جزء من العقد؟ لا ما خدتش مليم، ما فيش حاجه. والمفروض ان في قعده الاسبوع الجاي. بقى لنا 4 شهور يا سيف، اخويا بيحاول يقعد مع اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. ما بنقولش عايزين فلوس، يعني بنقول حتى اقعدوا معانا احتراما لينا، اقعدوا معانا قولوا لنا هنديك فلوس السنه الجايه، ما عندناش مشكله. ما فيش حد راضي يقعد معانا، يعني مفيش حد راضي يقعد معانا. وطبعا عشان خاطر نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك احنا يعني ما في يعني مش عايزين نعمل مشكله. لكن هم للاسف هيوصلونا في الاخر ان احنا مش هنلاقي حل ان احنا نعمل مشكله. لان انت في الاخر لما بتلاقي سيف، حتى مش موضوع الفلوس، الموضوع حتى الناس ما بتحترمكش ان انت
عايزين يقعدوا معاك ان هم يحلوا موقف يعني بيوصلك في الاخر ان انت ما تقدرش تلجا يعني للطرق القانونيه. طبعا عايز اقول لك الحقيقه، يعني في نهايه المكالمه، انت من اكثر اللاعبين اللي استحملوا مع نادي الزمالك ماديا، من اكثر اللاعبين اللي سابوا فلوس نادي الزمالك عشان يمشوا، من اكثر الناس اللي بتحب نادي الزمالك فعلا. كل التوفيق وشكرا جزيلا احمد حسام ميدو. ميرسي ميدو جدا، واشوفك ان شاء الله باذن الله في الملاعب في الدوري الانجليزي، ترجع كده متالق زي ما عودتنا دايما. فعلا مش بقول كده عشان احمد حسام ميدو معايا، لا، احمد حسام ميدو